هو فلسفيا هل الله اللي هو اصلا روح ممكن ياخد شكل جسد؟ ماريو، ايه رايك في هاي الموضوع شيء. ده على طول كده؟ هو موضوع شائك، بس انا كمان مبسوط باسم البرنامج، هو ده معقول. بالظبط. وفي رأيي يعني الحلقة دي توضح كتير قوي عن هو ده معقول ولا لا. نفسي اللي بيتفرج معانا يكون فاهمها، انه في فرق ما بين المنطقي والمعقول. يعني ايه؟ حلو، ده محتاج تفسير بقى. انا اخدت وقت كتير علشان خاطر اذاكرها برضه. المنطقي معناها انه بره المغالطات المنطقيه، يعني ينفع العقل يكون بيفكر فيه. فالمنطقي انه هل انه الله يكون بيتخذ صوره جسد، هل دي حاجه ضد المنطق؟ هسألك ليه. اه. علشان هو الله روح، بس الجسد طبيعه ماديه، صح، وناس كتيره قالوا كده. بس هل يصعب على الله انه يتخذ اي صوره هو عاوزها؟ هل الله لما يتخذ جسد معناها انه الله كله بعظمته بمجده ببهائه بطبيعته بكل ما فيه انحصر في الجسد؟ ولا هو اتخذ جسد لكنه مالي الكون ومالي الوجود؟ في ايماننا المسيحي احنا بنؤمن انه الله اتخذ جسدا، لكنه ما تلخش في الجسد ده. لا، فسر لي اكتر بقى ماريو. يعني الله لانه الله يقدر يكون في اي فورم او في اي شكل هو عايز يكون فيه. اي بس فورم دي يعني تقصد بيها ممكن يتخذ جسد، ممكن يتخذ اي شيء هو عايزه. عايز يكون فيه بالظبط. بس مش معنى كده امتى يبقى الموضوع مغالطه منطقيه، امتى؟ او امتى يعني ايه أو مغالطه منطقيه بس يا ماريو؟ مغالطه منطقيه يعني حاجه ضد المنطق. اوكي. امتى الموضوع يبقى ضد المنطق؟ لما بقول انه الله ده كله ما بقاش الله، ما بقاش في حد بيدير الكون وتلخص وجوده هو في وجود يسوع المسيح على الارض. لكن مش ده اللي احنا بنؤمن بيه. احنا بنؤمن انه الله اتخذ جسدا، وهو يقدر يتخذ جسدا ويبقى موجود ومالي الكون كله. فهو لم ينحصر في هذا الجسد، لكنه اتخذ جسد. فده منطقي، ده منطقي، ده ما مش ضد المنطق. بس هل ده معقول؟ هل ده سهل انه يخش جوه عقلي؟ الحقيقة هو مش سهل. مش سهل. ولو انا ان انا افهم الله وطبيعته بقى امر سهل، يبقى انا مخي فاق الطبيعة بتاعت الله. احنا بنتكلم النهاردة، يعني انا النهاردة والمشاهدين اللي بيتفرجوا معانا، انا النهاردة احنا بنتكلم عن طبيعة الله، تجسد الله. لو انا الموضوع سهل اعرف المه كله في قعدة ولا اتنين، ولا في حلقة ولا اتنين، ولا في عيد ومش عارفة ايه وخلاص وظبطنا الموضوع، يبقى ده مش الله اللي بنحكي عنه. فلانه ده الله، انا محتاج ابقى فاهم انه في امور كتيرة قوي محتاجة تبقى مش معقولة بالنسبة لي، صح. مش على مقاس عقلي. صح. هو بيلعب في بره المقاس بتاع عقلي اصلا. فده حاجتين يأسسوا انا ازاي بنظر لربنا. فارجع واقول، هل منطقي او هل ينفع انه الله يتخذ جسدا؟ حسب ما اتفقنا ينفع. ينفع. لان الله ما يتحدش بحاجه، ينفع يعمل بالظبط. اللي هو عايزه. ايه فاكتور تاني، ايه عامل تاني بيساعدني ان انا افهم الموضوع ده كويس؟ منظوري ناحية ربنا. لو انا منظوري انه الله بعيد، يتسامى، يتعالى، يتشامخ، لا يحب الانسان بهذا القدر انه يتنازل ويتضع ويبقى بيتخذ جسد انسان، ساعتها لو قلت لي ايه عمري ما هبقى مصدق عمري حاجه ما زي كده. هصدقها، صعبه قوي. بالظبط. لكن لو انا مدرك انه انا كانسان خليقه الله، لما خلقني قال حسنا، حاجه حلوه جدا، قال اعمل الانسان على صورتي وعلى شبهي. فانا مخلوق في حته منه، بصمه من بصماته، على صورته وعلى شبهه وعلى جماله. فهو ينفع في يوم من الايام انه يقرر يتخذ صوره هذا العبد، هذا الانسان، علشان خاطر ينقذه، عشان خاطر يعبر عن الحب، عشان خاطر يتحد بيه ويقرب منه. اقول لك انه ده واقعي جدا. في حد من الناس اللي بحبهم بيستخدم اغنيه لكايروكي. وانا بحب كايروكي قوي. كايروكي لما جم يعملوا اغنيه عن شكل الزعيم اللي ممكن يبقى مطلوب زعيم بالظبط، يبقى واحد مننا. فاكر؟ ايوه.
ما يعيش ابدا في القصور، ما يقولش مش عارفه ايه، بس يبقى واحد عايش عيشتنا، موجود معانا في الحياه. دي المواصفات بتاعت زعيم. الحقيقه احنا كبشر بنئن ان احنا نتشاف ونحب للدرجه اللي المسيح حبنا فيها في التجسد. فمنظورك ايه ناحيه الله؟ هل هو الاله العظيم المتعالي المتشامخ فقط؟ ساعتها هيبقى صعب جدا انك تصدق انه هذا الاله قد تجسد. لكن لو انت فاهم قد ايه الله بيحب، الله عنده القدرة انه في المحبة يبذل ويعطي ويخلي من طبيعته من نفسه، وهو خلقني على شبهه وهو عاوز ينقذني، انا القيمة الكبيرة بالنسبة له، ساعتها هتفهم انه لا، التجسد ده امر طبيعي. البيبي الصغير ما ينفعش يكبر، الاب هو اللي محتاج يصغر له عشان يعرف يتواصل معاه. حلو قوي. فهتلاقيه هو بيحبي، الاب بيعمل ايه؟ بيوطي زيه كده ويحجز عليه علشان ما يروحش يلعب في حتة خطر. صح. البيبي ما يعرفش يشب ويمشي ويلحق بابا وهو ماشي، لازم الاب ينزل علشان خاطر يشيله ويحضنه ويرفعه. ده حتى في اللغة بنعمل كده، يعني نقعد نقول لهم بو لما يقول بابا ده بالظبط. نمشي زيه، احنا اللي بننزل للطفل عشان يقدر يتواصل معانا. ابوه بقى وخبرة انت برضه يا شيخ. ايوه برضه شاطر. بس بتلاقينا في اللغة احنا بنتصاغر في اللغة وفي المشي وفي الكلام وفي كل الأمور بنتصاغر كيما نتحد بأبنائنا. صح. الحقيقة لو أنا بؤمن إنه الله ده إله محب، هؤمن إنه هو اللي تصاغر علشان خاطر يتقابل معايا ويعين محدوديتي فأعرف أتحد بيه. وده ما ساعتها يقللش يبقى منه كمان خالص. يعني أنا ببص لها وأنا أب زي ما أنت لسه قايل، ما يقللش منه، ما بيقللش مني لما بنزل لابني الصغير واحاول اتواصل معاه عشان انا غالي عندي العلاقه دي. بالظبط، بالعكس دي حاجه تزودك جمال كأب. وهو ده اللي بيخلينا كمسيحيين فاهمين يعني ايه تجسد، نحب ربنا كأب. لان انا فاهم انا هو منزلش في نظري، هو بالعكس، انا بالنسبه لي الله ده منطقي وجميل جدا. ليه؟ لانه هو اللي يقدر يتصاغر، انا ما اقدرش اتكبر وابقى شبهه واتحد بيه، فهو تصاغر، اخذ صورة الانسان علشان يفهمني هو مين واتعامل معاه ازاي. والحقيقة ده منطقي جدا بالنسبة لي، منطقي وعميق وانساني جدا. خليني بقى من اللي احنا قلناه ده افصص معاك كده سؤال جديد. احنا متفقين ان في اله، ومتفقين من كلامنا دلوقتي ان الاله ده يفرق معاه قوي العلاقة ما بيننا وبينه، حتى بالمثل اللي احنا رميناه بتاع ان الاب والابن ويفرق معاه انه ينزل ويبقى في علاقة. فهل لو قلنا ان بما ان في اله وان الاله ده يفرق معاه العلاقة دي، هل ده يخلينا نقول ان كان لازم فلسفيا بقى كان لازم يتجسد الله عشان يعمل العلاقة دي معانا؟ طبعا. يعني مش صدفة ابدا ان هو يدعى اسمه عمانوئيل، الذي معناه الله معنا. الله معنا. صح كده؟ صح. طيب لو هو ده اسمه اللي بيعبر عن وجود الله معانا، ازاي هيحصل واحنا مش شايفينه؟ علشان يحصل النوع ده من التواصل والمعية كان لازم الله يتنازل ويتخذ صورة إنسان علشان خاطر يبقى أقوى إعلان عن مين هو الله. وزي ما هيجي في حلقة من الحلقات بتاعتنا في البرنامج هنتكلم عن أهمية تجسد الله، بس من غير ما أحرق الحلقة اللي جاية، وأنا عايزكم تبقوا متشوقين معايا وتشوفوها. التجسد أمر حتمي علشان أعرف أعيش في علاقة مع الإله ده، وإن أنا أعيش مع الإله ده في علاقة دي خطة أزلية من زمان قوي. مش كده؟ يعني الله ما تفاجئش ان في خطية حصلت فابتدى يغير البلان بتاعته ويقول لك يلا نعمل تجسد. لا، ده انا هقول لك القصة المسيحية بتقول ايه. القصة المسيحية بتقول انه آدم اخطأ فحصل انفصال فخرج من المكان اللي كان عايش فيه مع الله. صح كده؟ صح كده. الله ما سكتش، الله ابتدى يتدخل في البشرية، بعدين البشرية بعدت فعمل عهد مع نوح انه عمره ما الله هيفني البشرية بشر تاني، وعمل عهد صريح مع الانسان بوعد. صح. بعدين عمل عهد اعمق مع ابراهيم وقال له انا هبارك النسل بتاعك وهبارك الارض بسببك وهخليك امه عظيمه. صح كده؟ صح. بعدين ابتدى انه يبقى فيه خيمه اجتماع، فما بقاش العهد ما بين ابراهيم، لا ده ربنا حب انه يكون موجود وحاضر في وسطهم، فعمل مكان يبان فيه انه
الله في وسطينا. انه الله في وسطينا، صح كده. بعدين في عهد سليمان انه الخيمه اللي مش ثابته دي بقت هيكل متاسس في قدس الاقداس، رمز حضور الله. كل ده بيقول انا الله اريد ان اسكن وسطيكم بين الناس. بعدين يجي نبوات عن يسوع المسيح، بعدين يجي يسوع المسيح اللي بيعلن عن مين هو الله. بعدين لما يسوع المسيح بيصعد ويدينا نصرة والقيامة احنا كمان عشان نتحد بيه ونعرف نكون معاه بعد كده. فبنحس انه الله معنا، دي مش كلمة هباء، ده على مدار الكتاب المقدس كله في عصور مختلفة احنا بنشوف انه الله معنا. الاول خلق الانسان على صورته وعلى شبهه وحطه معاه في مكان واحد. بعدين الانسان ده اختار اختيارات عكس الله فسقط فبعد عن الله. الله من ساعتها وهو بيدور على طرق يخترق بيها العالم بتاعنا علشان يكون مع الإنسان، لأنه لذته في الإنسان. فبنشوف أنه دخل في البشرية بعهود زي مع نوح، زي مع إبراهيم. بعدين نيجي موسى بيديله خيمة الاجتماع ويقول له أنا عايز أبقى ساكن في وسطيك. ليها قدسية معينة لأنه أنا إله، أنا مش هبقى زيكم في حاجات كده، أنا قدوس وبيحافظ على ده. بس هو عايز يسكن وعمل نظام كهنوتي مختلف علشان يعمل كده. بعدين الخيمة ما كانتش ثابتة فراح باني الهيكل علشان الهيكل يبقى ثابت، هنا يسكن الله وهنا بين الناس مش بعيد، صح. بعدين يجي نبوات كتيرة قوي 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 بتعد لمجيء الله ده على الأرض. فيجي في يسوع المسيح في ملء الزمان ويعلن عن مين هو الله، ويبقى فعلا عمانوئيل الله معنا متشافة محسوسة ساكن في وسطينا. بعدين يمشي الإله دوت ويقوم من الموت والقيامة ويدينا احنا كمان قيامة، بس يسكن فينا بروح. فبص الآية بقى ايه، كان زمان هو سكناء الهيكل اللي من بره، دلوقتي احنا اللي بقينا الهيكل فساكن فينا، فحضوره فينا. لولا التجسد ما كناش هنعرف نبقى في الترابط ده مع الله، انه بروحه القدوس يسكن فينا، فاحنا بقينا الهياكل. وعايزك تبص على الاتساق بتاع الكتاب المقدس وازاي بيحكي القصة كاملة عن معية هذا الإله. فالتجسد حتمي لو الإله ده علاقاتي والإله ده عايز ينشئ علاقة. أنا في رأيي التجسد كان لازم ينزل يبقى إنسان. إزاي التجسد فلسفيا نقدر نحطه في الإطار ده أو نرد بيه على الفكرة دي؟ هل فعلا أن الله نزل وتجسد ده شبه ما الغنوصيين بيقولوا أن المادة شر، فهل كده ده غلط أن الله عمل كده؟ الحقيقة لازم نفهم أنه الإنسان في البدء الله هو اللي خلقه. هو ما اتخلقش شر، هو اختار انه يعمل الشر. هو استخدم التكوين بتاعه اللي هو حرية الإرادة في انه يختار اختيارات عكس إرادة الله، فبوظت التصميم الأصيل. لكن لما نبص على يسوع المسيح الإنسان ده أو في تجسده، هو ما عملش حاجة غلط. فهو عاش مادي، كائن مادي، إنسان بالفعل، لكنه ما عملش خطية. فالجسد بتاعه ما اقدرش اقول عليه انه شر، بالعكس ده حب الناس، صنع معجزات، كان سبب في تعاليم ثورية عميقة مليانة بالمحبة وانقذت البشرية في امور كتيرة. فلا طبعا المادة شر دي فكر يعني ليه علاقة فعلا زي ما انت كنت بتقول بالديانات او الفلسفة اليونانية او الغنوصية، انه ودي اتحسبت هرطقة. أيوة. انه المادة شر. الحقيقة لا، المادة مش شر، بالذات في الانسان، لانه الانسان خليقة الله والله رآها انها حسنة. يعني ازاي ان الاله ده اتجسد على هيئة انسان؟ ده بيقول لنا عن الانسان، بيقول كتير قوي انه الانسان ده كائن غالي ومحبوب وقيمته كبيرة قوي. واحدة من الحاجات اللي انا بفكر فيها شيء، لو ما كانش الله اتجسد وخد صورة الإنسان ده والهدف إنه ينقذ الإنسان ويكون في تواصل معاه، كان زمان الإنسان ده عنده حق إنه يحس إنه رخيص وقليل وهو أرخص ما في الحياة، وخصوصا إنه الظروف بتاعتنا والحياة بتاعتنا بترخص في الإنسان قوي. بس الحقيقة تجسد المسيح بيبين قد إيه إنه الإنسان ده ذو قيمة في عينين الله، على الأقل. يعني في عينين أخوه الإنسان بقى دي ما نتكلم فيها، دي خد ودي فيها، بس على الأقل أنا في عينين ربنا غالي. أثبتها بمحبته، تجسده، وبصلبه، وفدائه، وقيامته اللي بيديها لنا علشان احنا كمان نعيش مقامين من الخطية.
عجباني قوي الفكره دي، لانها كمان بتعكس انا المفروض ابص على اخويا الانسان ازاي. يعني من نفس اللي انت كنت بتقوله، ان احنا بنبص لبعض بنظرات غلط وبنفهم بعض غلط، لكن لما افهم قد ايه الله شايف الانسان غالي وقيم، دي بتخليني انا ابتدي اغير نظرتي تجاه اي شخص اخر حتى المختلف عني. ف ده عشان انت شخص جميل يا شادي، ربنا فاخدت يخليك يا برضه. الريفلكشن عليك، وده الحقيقي. احنا كلنا ما نستاهلش، وكلنا قيمتنا في ازاي انه الله حبنا الحب ده كله. قيمتنا في انه اتجسد واخد صورتنا علشان خاطر يحبنا ويتواصل معانا ويفدينا. هو ده معقول فلسفيا ان الله فعلا يتجسد؟ الحقيقة انه ممكن ما يبقاش معقول، بس منطقي. شكرا.